تكفى محاصرة من طرف المخزن، ان الهدف منها انها ترفع مطلب اطلاق سراح الرفيق فؤاد ومحاكمة ومحاسبة من اعتدوا على فؤاد داخل قصر السلطة، ومحاسبة ومحاكمة من كانوا وراء هذا الملف، من كانوا وراء فبركة هذا الملف. احنا كنعرفوا ان فؤاد تم اعتقال ديالو على خلفية نضالات اللي خدها صداقة العمارة ثاني في رفاقه في الجمعية المهمة لحقوق الانسان، وثاني في رفاقه في حركة الشيخ فراير. احنا كنعرفوا انه يحاكم لانه وقف على فرع الجمعية بالطفلة عمرها 9 سنين تم الاعتداء عليها جنسيا، ولم يتم وقالوا الناس شكون منهدف عليها. اللي قالوا لنا هو ان المدير ديال ديك المدرسة بريء، تم تبعية مدير المدرسة. الشواهد الطبية اللي كاينة عندنا الآن واللي متوفرة عند الفرع ديال الجمعية تثبت ان الطفلة تم الاعتداء عليها، تم اغتصابها. احنا كنوجهوا هاد السؤال للبوليس، من اغتصب تلك الطفلة؟ مدرسة جمهور شكون؟ القاضي النزيه قال ان المدير عنده تعالى طبعا عندهم ماشي مشكل. قضاء النزيه برع مدير المؤسسة. نحن نسأل كنشوف اليوم الناس الامن اللي مسؤولين على هذا الملف شكون اعتدى على هاد الطفلة. حنا مازال كنسولو شكون قتل الطفلة ديال دوار قطريين، شكون اللي قتل الطفلة ديال دوار قطريين. تم اغتيال الطفلة وهاد العائلة بلغات ناس الامن، هاد العائلات بلغات ناس الامن، وبدل من ناس الامن يمشيو يقلبوا على الطفلة بداو كيطردوا مناضلي حركة الشيخ فراير ومناضلي الجمعية وغير حقوق الانسان. بعد 3 ايام وحدات الطفلة مرمية في الهندية دوار قطريين. حنا كنسولو اليوم المخزن من ارتكب هذه الجريمة؟ يلا غيروا اللي جمعيين يديكم. والكوميسير يا شباب، الكوميسير يا شباب، وكيف لا تلاتوها، وكيف لا تلاتوها، الكوميسير يا شباب، الكوميسير يا شباب، وفؤاد لا يهان، وفؤاد لا يهان. شكون المسؤول عن الوفاة ديال خديجة لالا وبنتها الجنين ديالها، وهي بين المؤسسة المحلي وبين السويسي. اقول للناس كل مسؤول منظمة الجمعية احتجاج على هذه العملية، وكان فؤاد حاضر ومنظم ومساند. كان فؤاد حاضر منظم ومساند الأسرة. كان فؤاد حاضر مع دول جديد. هو جديد هو الدول مليون هاجي كتفلت، مليون عين هاجي كتفلت.
كيحتجوا بالعفو هذا الجنس اللي كتحرك. جابوا عميد ضابط شرطة من قبيلته. هذاك العميد معروف انه انسان مشارك في المدينة، معروف انه ضابط شرطة كيأدي الواجب ديالو كيمشي بحالو. ما يديرو غير هو يديرو له الشهر ديال شهر. هذاك العميل هذاك الضابط كان كيدير في التلفزيون عادي ما كاين حتى مشكل. شهادة لهاد الأسباب كاملة كنقولوا أن هذا ملف مرتبط سياسيا، وأن العميل ينفذ لربما أوامر أعلى منه، أوامر ديال الناس اللي سارقين الغابات وديال الناس اللي سارقين الأراضي، أسود الأراضي ديال زمور، أسود أراضي زمور وغيان وبعير سودات المشروعات السياسيين، من بينهم أحرضان ورحيم هنا وبرقية. سودات الشخصيات نافذة في الدولة، وهي الآن أراضي دوار، أراضي ضيرة، يعني ضيرة اللي كيعرفوا شنو هي ضيرة واللي عندهم علاقة بالعالم السياحي. ضيرة معناها انها ما كتستغلش، واللي كوبيك ديال الكوني كدير موغان ليسوا الفيرما ديال الدنيا كي دايرة، واللي كوبيك ديال الخبيثات ليسوا الفرد ديال الدنيا كي دايرة. لهذا نقول أن فؤاد تم اعتقاله على هذه الخلفية هذه، وماشي على خلفية الاعتداء ديالو على الضابط. سنستمر مصرين على الوقوف في مسيرات وفي وقفات لن تبح أصواتنا حتى يتم إطلاق سراح الرفيق فؤاد وكل المعتقلين السياسيين، وتتم محاسبة من اعتدوا عليه. ما مسكتش غنحرق هادو ديال المعوكين ميني باش نمصروها مع المخزن. ولا وما مسكتش ومع النظام ما مسكتش وما